ناس كتير بتسأل على السوشيال ميديا، هل هيحصل جلسة ما بين اليو ديانج وحد من مسؤولين النادي الاهلي؟ اه اليو ديانج اول ما يرجع من اجازته، لانه هو في اجازة دلوقتي، اول ما يرجع من اجازته هيحصل جلسة ما بينه وما بين مستر ياسين منصور. واقول لك على حاجة كمان، حصلت مكالمة هاتفية ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ وايضا اليو ديانج، وكابتن سيد سأله بصراحة وبمنتهى الوضوح، قال له يا ديانج جاوبني بصراحة، مضيت لحد من جوه الدوري المصري او من خارج الدوري المصري؟ قال له يا كابتن سيد انا لا مضيت جوه ولا بره. طبعا هنا كابتن سيد قصده على مين من جوه الدوري المصري؟ بيراميدز. قال له انا لا مضيت لا جوه ولا بره، ولكن يا كابتن سيد عايز اقول لك على حاجه. قال له ايه؟ قال له انا متقدم لي عروض خرافيه من الخليج، قيمتها بتصل الى 3 مليون دولار. 3 مليون دولار. صعب ارفض هذا الرقم. قال له طب بص يا جيانج، قال له يا كابتن سيد، قال له هتخلص اجازتك وهتيجي تقعد مع مستر ياسين منصور، تمام؟ وركز يا جيانج في هذه الجلسه، لان دي الجلسه الاخيره. دي ايه؟ الجلسه الاخيره، فركز فيها. ومستر ياسين منصور هيرضيك، وحاول ما تزعلش جمهور الاهلي يا جيانج. حاول ما تزعلش جمهور ايه الاهلي يا ديانج. قال له يا كابتن سيد انا بعشق جمهور النادي الاهلي وبحب النادي الاهلي وبموت في النادي الاهلي، ولكن يا كابتن سيد انتوا مش عايزين تزقوا معايا الدنيا. انتوا عارضين عليا 1.5 مليون دولار، بقول لك انا واصل لي عروض بقيمه 3 مليون دولار. 3 مليون دولار، وانا قلت لك مش عايز ال 3 مليون دولار ولا حتى عايز 2.5 مليون دولار، انا هكتفي بس ب 2 مليون دولار. يعني انا علشان خاطر النادي الاهلي هتنازل عن 1 مليون دولار فرق. يبقى انا كده بحب الاهلي ولا مش بحبه؟ يبقى انا كده بحب جمهور الاهلي ولا مش بحبه؟ انا بحب الاهلي، بس زق معايا الدنيا. زق معايا الدنيا. كابتن سيد قال له بس تعالى يا جنج من اجازتك واقعد مع مستر ياسين منصور وهو هيرضيك، وعلى فكره انا ممكن كمان ما ابقاش حاضر الجلسه دي. خلاص. فاليو ديانج اول ما يخلص اجازته هيقعد مع مستر ياسين منصور، يا رب يجدد. بص عايز اقول لك على حاجه عزيزي المشاهد، هقول لك على حاجه بس مهمه جدا جدا جدا. هي الناس رايحه جايه بمقوله ايه؟ ان الاهلي ما بيقفش على حد، وانا معاك والله، وانا اهلاوي وبقول لك ياما نجوم مشيت من النادي الاهلي، والاهلي دايما رايته مرفوعه وبيكسب بطولات، وكل اللي انت عايز تقوله قوله وانا معاك. ولكن دلوقتي على ارض الواقع في اللي احنا فيه ده، صعب تلاقي حد يعوض اليو ديانج بسهوله. انا بكلمك بمنتهى الصراحه، ما بحبش ازوق الكلام، ما بحبش اقول شعارات. انا معاك والله ان ياما نجوم مشيت من النادي الاهلي والاهلي ما بيقفش على حد، ولكن انا بكلمك في هذا التوقيت انت محتاج لاليو ديانج. انت محتاج تلعب المباريات اللي جايه كده وانت حاسس ان معاك الدبابه ده مكمل معاك، ارتحت. انا معايا اليو ديانج، فهل من منافس؟ كل الانديه هتموت عليه، كل الانديه هتموت عليه. فلما تجدد لديانج دي حاجه ممتازه جدا جدا جدا، وده شيء رائع. فانا اتمنى ان يا رب يا رب يا رب ديانج يجدد مع النادي الاهلي. طيب، جراديشار موافق ان هو يطلع اعاره سواء لسيراميكا او لغير سيراميكا، لان في كلام كتير بيطلع ان جراديشار مزمزق. لا، هو موافق، مفيش اي مشكله، بس المنص يبقى حلو. طيب، اشرف داري حصل الجلسه ما بينه وما بين مسؤول في اداره النادي الاهلي، مش لازم اقول اسماء، خلاص. واتفقوا ان هم هيفسخوا العقد بالتراضي. خلال ساعات اشرف داري هيكون خارج النادي الاهلي، وان ما كانش ساعات هيبقى ايام قليله. خلاص كده. فاشرف داري قريب جدا 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 هتلاقيه خارج القلعه الحمراء. كل حاجه اتحلت، لانه هو ما كانش طبعا عايز يمشي، فقعدوا معاه وقالوا له يا اشرف كفايه كده، كفايه كده يا ابني، ده انت من ساعه ما جيت واحنا بنصرف عليك بس علاج، كفايه كده، الله يبارك لك، الله يبارك لك يا ابني، انت بتتصاب اكتر ما بتلعب.
فجراديشار موافق ان هو يطلع اعاره، وفي اي وقت اشرف داري خلال يعني الايام او الساعات القليله القادمه هتلاقيه خارج النادي الاهلي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم جديد باخبار جديده. السلام عليكم.